اشوف مكنه البسكوت بتاعتي لقيتها مصديه. طب وبعدين يا بنتي يا ام مهاب هتعملي البسكوت ازاي؟ قلت والله لازم اتصرف واشغل دماغي، وعملته في كيس الحلواني وطلع ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، تحفه تحفه تحفه. يلا نشوف هنعمله ازاي في كيس الحلواني بعجينه لينه تنزل معاكي على طول من الكيس وما تقطعش معاكي الكيس. يلا نشوف هنعمل ايه. معايا 500 جرام زبده بدرجه حراره المطبخ، او ممكن تستبدليهم بسمنه. عليهم 500 جرام سكر بودر، بسم الله، وهخفقهم مع بعض بسم الله. عليهم كده، وهمسك قطعة الزبدة بالسكر وهعملها بصوابعي كده، لو ما حسيتش بالسكر يبقى كده تمام قوي. هنعمل بقى الخطوة اللي بعد كده. معايا 6 بيضات هنزل بيهم بيضة بيضة بسم الله. بعد كده هنزل عليهم بكيس فانيليا برتقان، بيبقى حلو قوي. اديهم تقليبه الاول كده بالفانيليا. بعد كده هضيف كيس بيكنج باودر كامل، اي نوع تفضليه، وعليه معلقه شاي صغيره كمان. يبقى كده ضفت كيس بيكنج باودر كامل ومعلقه شاي صغيره بيكنج باودر. وهضيف 125 جرام جوز هند، يعني 8 كيلو، ونص كوبايه ميه مدوبه فيها كيس فروتي برتقان بسم الله. هبدا اقلب مع بعض كل المكونات دي. بعد كده هنزل عليهم بكيلو وربع دقيق بسم الله. يبقى المكونات اللي انا قلتها دي هنضيف عليها كيلو وربع دقيق. هعيد لكم المكونات كلها تاني واحنا شغالين بالراحه كده. انا مش عايزه اعجنه، انا عايزه بس اتوه الدقيق في الخليط. هوقف وهزود الربع كيلو بسم الله. زي ما قلت لكم هقلب الدقيق مع الخليط، علشان لو فضلنا نعجن اكتر من كده عرقاه هيشد وهيبقى البسكوتيه مش دايبه. بصوا هي كده بالنسبه لي كويسه جدا، علشان انا هعملها في كيس الحلواني. انما لو هتعمليها في المكنه هتسيبيها نص ساعه في التلاجة، من نص ساعه لساعه. لم العجينه كلها مع بعض، بس مش هعجن زي ما قلت لكم، علشان انزل اللي في الجوانب ده. بحب اعملها بايدي في الاخر كده علشان احس بالملمس بتاعها، واشوف هي هتحتاج معايا دقيق تاني ولا لا. كده ما شاء الله العجينه بقت حلوه، لان زي ما قلت لكم هعملها بكيس الحلواني، فعايزاها تبقى سايبه علشان تسهل عليا التشكيل. زي ما عملنا بسكوت النشادر هندهن الصاج دهنة زيت خفيفه جدا. بصوا اللي هي ايه، حاجه كده تلحيسه زي ما بنقول، علشان بس تمشي البسكوتات. الله. كده شكلت اول صاج. عملت الصاج التاني زجزاج
زي ما انتوا شايفين كده. بقيه العجينه اللي باقيه هعملها بالشوكولاته. اضيف عليها معلقتين كاكاو خام. بسم الله، الله واحد ملوش تاني. قصادهم معلقتين حليب كبار. الله واحد ملوش تاني. اقلبهم. ممكن تستبدلي الحليب بسمنه، بس الافضل حليب. ما شاء الله كده خلصت الكميه اللي معايا كلها. هكون مولعه الفرن قبلها ب10 دقايق على درجه حراره 180، وهبدا ادخل اول صاج شكلته، لان بسكوت اللي بيتعمل بجوز الهند ده لازم يتساب يرتاح شويه. فعلى ما بخلص الكميه اللي معايا كلها وبعد كده ببدا اسوي اول صاج شكلته. هقول لكم على طريقه ننضف بيها الكيس مكان ما اشتغلنا. هجيب السكرابر بتاع التورته ده وهبدا اسحب كده. استنى نعدل فيه. هجيب السكرابر، هتلاقيها طلعت معايا كلها، ما سابتش اي حاجه في الكيس. طبعا مش هرمي الحتت اللي طلعت دي. بصوا هطبق عليها بالشوكه. ما شاء الله كده البسكوت استوى. اخد ربع ساعه على درجه حراره 180. استنى اوريكم بقى شكله من جوه. بصوا ما شاء الله، سامعين القرمشه؟ حلو جدا وتسويته كمان مظبوطه. بسم الله. الطعم حكايه. بألف هنا. تسلم ايدك يا بنتي يا ام مهاب. اول ما يهدى هشيله من الصاج على طول، علشان لو سيبناه كده في الهواء بيطرى. صاج الشوكولاته اخد تلت ساعه تسويه، لان اي حاجه بنضيف لها كاكاو بتاخد تسويه زياده شويه عن الفانيليا. كده خلاص ما شاء الله خلصت كميه البسكوت اللي معايا. هوريكم كمان اللي بالشوكولاته. ما شاء الله حلو جدا وبألف هنا. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه علشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامه.